الأهلي وبتروجيت. الأهلي النهارده بيفوز على نادي بتروجيت بنتيجة 2-1. ماتش كان ممكن يخلص 8-1 9-1 زي ما عايز تقول قول. مباراة كنت عايز أقول يعني فيها لسه بفكر كده بعد الماتش ما خلص أو الماتش فاضل فيه دقيقتين، عايز أقول بقى النهارده ندي الشناوي حقه بقى ونقول مباراة تألق كابتن محمد الشناوي، وراح داخل الجون الأخير بعيدا عن إن الجون مش غلطته، بس يعني مش عارف هو ربنا مش مبارك تقريبا، لو ما ينفعش ان ايه محمد الشناوي يبقى واقف ونطلع بشباك نظيفه يعني. بس الحمد لله طبعا كان في اخطاء دفاعيه عندنا بالجمله الماتش ده، وامام عاشور السطور زي ما المعلم بتاع المباراه كان بيقول النهارده بيتالق، وعلى ما اعتقد يعني ان هم اكيد هيدوا له راجل المباراه، لكن ضيع كميه فرص بانانيه بشكل غريب جدا. في كميه فرص كان ممكن امام يجيبها جون او يعملها اسيستات الماتش ده وضاعت غريبه، كميه فرص غريبه. هل ده مثلا عشان هو بينافس على الهداف فعايز ان هو يجيب اكبر عدد ممكن من الاهداف؟ ممكن يكون سبب، بس لازم حد في الاداره الفنيه بتاعت الفرقه، المدير الفني بقى، المعد البدني، اي حد يتكلم معاه يقول له يعني ايه ده كده، وركز وشوف اللعيبه اللي حواليك اللي مفتوحه اللي ممكن تواصلهم قبل ما تشوط غلط. خلينا بقى نتكلم عن اللعيبه اللي كانت مميزه واللعيبه اللي كان مستواها النهارده زي الزفت. من اللعيبه المميزه جراد شار، الراجل كويس وجاب جون، بس حتى الآن أنا مش شايفه عمل جون صعب، بعيدا طبعا عن الجونين أو الجون اللي اتحسب أوفسايد، وطبعا مباراة فيها جون كمان بتاع أحمد نبيل كوكا اتحسب أوفسايد برضه، والجونين كانوا أوفسايد صحيح. يعني الكرة بتاعت الجون اللي جابه جراديشار بدماغه ده جون يعتبر صعب وجون شكله حلو وكل حاجة، لكن برضه النهارده هو الكورة لقاها في رجليه جابها جون زي الجونين اللي جايبهم قبل كده. بس حاجة كويسة جدا إن أنا أبقى جايب مهاجم جديد، المفروض إن هو لسه ما انسجمش ولسه ما اتعودش على اللعب مع لعيبة النادي الأهلي، ويحرز 3 أهداف في 3 مباريات، وكمان يعمل أسيستين، فده شيء عظيم جدا، نتمنى له التوفيق ونتمنى إن هو يكمل على كده. لكن محتاجين نشوف منه أكتر، لأن أنا يعني النهارده حسيت إن هو بيدخر المجهود شوية، مش زي وسام أبو علي. مركز وسام أبو علي بيجري على كل كورة وبيضغط وبيعمل ضغط عالي طبيعته كده. جراديشار بحسه لا، ما بيتحركش في كل الكور، بيقف بيهدى، ما بيشاركش في كل الكور، ما بيشاركش في كل الفرص. فالنقطة دي يعني عايزين نشوف كده في الماتشات الجاية هيبقى فيها ايه، او حد برضو من الإدارة الفنية يتكلم معاه فيها ان لا اضغط، اعمل ضغط عالي، وممكن تكون تعليمات كولر. يعني احنا برضو مش عايزين نظلم حد او نقول حاجة هي مش حاصلة واقعية. عمرو السولية يا جماعة خلاص، عمرو السولية حاليا يقدر يديك 30 دقيقة في آخر الماتش بعد ما تكون اللعيبة تعبت، ما يقدرش إن هو يلعب معاك من أول ماتش. فأنا مش عارف عمرو السولية شارك ليه. قفشة مستواه كان زي الزفت، عمل ترقيصة حلوة ولمة حلوة، الكورة اللي اتاخدت واتشاطت واتصدت، أو الكورة اللي اتحسبت جول أوفسايد بتاع جراديشار لما لكن غير كده تصويب زي الزفت، هجمتين انفرادين بجونين قفشة مضيعهم، بيقع كتير، فقفشه تايه. فقفشه برضو انا شايف ان هو مع عمرو السوليه المفروض ان هو يبقى تغيير في اخر 30 دقيقه، يبقى قرا الملعب ويبقى عنده شويه غل ان هو عايز ينزل يعمل حاجه. لكن هو لو واضح ان قفشه لما بيشارك من الاول يبقى عايز يجيب جون وعايز يثبت حاجه، هو مش محتاج يثبتها. قفشه انت مش مهاجم، انت صانع العاب، انا محتاج اشوف منك اسيستات، محتاج منك اشوف ثرو باص، محتاج ان انت تبني هجمات، ولو جات الفرصه ان انت تشوط شوطه حلوه ومتاكد ان انت هتجيبها جون فتمام، لكن ما تبقاش بتشارك لي في كل الهجمات عشان تبوظها. كريم الدبيس بيواصل مسلسل التألق ومسلسل إهدار الأهداف، يعني هو بيلعب كويس جدا ومتميز جدا، سد شوية وبدأ يجيب فورمة شبه فورمة علي معلول في الناحية الشمال، بس بيضيع كتير ومستعجل ومش بيركز برضه في التصويبات بتاعته. فده برضه حاجة من الحاجات اللي لازم حد يتكلم معاه فيها وحد يوجهه فيها. طبعا بنبارك لكل جماهير النادي الأهلي بقية علي معلول امبارح في القائمة المحلية وفي القائمة الأفريقية، واللاعب طبعا يعني كان طاير من على الأرض طير امبارح في البرنامج مع كابتن أحمد شوبير حارس الأهلي على قناة النادي الأهلي، وسعيد جدا طبعا إن هو اتأيد، وبيقول إن هو لسه عنده كتير، إن هو مش ال6 شهور دول بس، لا هيبقى في تجديد تاني وتالت، إن هو قدامه لسه مع النادي الأهلي سنتين تلاتة. ووعد كابتن محمود الخطيب إن هو هيكون قد الثقة، وإن هو رده هيكون في الملعب وهيثبت إن هو لسه عنده كتير، وإن هو لسه عنده بطولات كتير ياخدها وأرقام كتير وإنجازات كتير يكسرها ويحققها مع النادي الأهلي في الفترة الجاية. في كل التوفيق طبعا لملك الحلول علي معلول، واحد من أساطير النادي الأهلي، مش من
اساطير الجيل الحالي، بس واحد من اساطير النادي الاهلي على مدار التاريخ. وانا واحد من الناس اللي كنت متضايق جدا ومكتئب وما اتكلمتش حتى عن الصفقات الجديده اللي النادي الاهلي جابها بسبب ان علي معلول ممكن يمشي، ورغم ان انا كان يعني قلبي بيطمني ان لا، علي معلول مكمل وعلي معلول مستحيل هيمشي من النادي الاهلي بالطريقه دي، بس حسيت ان مفيش صفقه ممكن نتكلم عنها او نتبسط بيها وعلي معلول ماشي من النادي الاهلي. فده برضو من الحاجات اللي الحمد لله ان هي تمت وعدت على خير في موسم الانتقالات الشتويه ده. وما اعرفش هل هيبقى في صفقات ممكن النادي الاهلي يعلن عنها سواء بكره او بعده، دي مش عارفها بصراحه. خلينا نكمل ونروح لباقي اللعيبه. كريم ندفد انا مش عارف احنا بننزله ليه. يعني انا ما عنديش مشكله طبعا ان احمد رضا يشارك، ما عنديش مشكله في كل اللعيبه اللي شاركت. اعتراضاتي بس عن التبديلات، ان انت بتغير لعيب في مكان بلعيب بيلعب في مكان تاني، ودي مش اظرف ولا الطف حاجه خالص، فده مضايقني شويه. بس خلينا نقول يعني اللي حصل حصل وقدر الله ما شاء فعل. بس كريم ندفد بتنزله ليه؟ يعني كريم ندفد بيعمل ايه اضافي؟ يعني عمرو السولية طلع كان عنده حاجه بيحاول يقولها ومش عارف. يعني هو كان عنده بساط معينه وحاجات بيحاول يعملها ومش عارف. كريم نيدفيد انا منزل نيدفيد يعمل ايه؟ بس يعني انا منزل نيدفيد يعمل ايه؟ فده برضو من العلامات الاستفهام المريبه على كولر وعلى كل المدربين. يعني انا نفسي مدرب يطلع يتكلم في التلفزيون يقول لنا هو ليه بيلعب كريم نيدفيد، اذا كان هو ولا حسام البدري ولا كل ثلاث ارباع مدربين اللي جم النادي الاهلي اللي كانوا بيلعبوا كريم نيدفيد. انتوا شايفين ايه احنا مش شايفينه؟ طيب يعني يقولوا لنا طيب بدل ما تحرقوا دمنا على الفاضي. المهم مبروك على الفوز وثلاث نقط مهمين كنا نتمناها، مباراة مفتوحة وحفلة أهداف، لأن احنا الشوط الأول يخلص 3 والشوط الثاني يخلص 4. الشوط الثاني بتروجيت كان ماسك الكرة أحسن وكان بيتحرك أحسن وكان أخطر كمان على المرمى، لكن في كمية انفرادات جات بسبب إن اللعيبة بتاعتهم كلها متقدمة، فكان في هجمات مرتدة بالعبيط للنادي الأهلي للأسف ما عرفناش نستغلها. مفيش غير الكورة بتاعت محمد عبد الله اللي هو ان شاء الله هيكون لاعب مميز جدا 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 ومؤثر جدا مع النادي الاهلي. اللي يعني هو عمل هجمه عنتريه وضغط على الكوره، اتقطعت منه ضغط تاني وخدها وكمل وباص الكوره لجراديشار. جراديشار ما كانش قدامه حاجه، يعني هو لو كان شاطها بكعب رجله لو كان شاطها باي حته في جسمه كانت هتخش جول. فالحمد لله على المكسب، ونشوفكم باذن الله في فيديو جديد بعد مباراه الاهلي القادمه. السلام عليكم.